أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في الأسبوع ال18 آخر حصة هندسة. كان في فاضل لنا جزء في الإنشاءات الهندسية هناخده. الجديد إن وزير التربية والتعليم قال إن مفيش أبحاث السنة دي، والجديد إن عرفنا إن المدارس دلوقتي الإداريين اللي في المدارس بالفعل راحوا استلموا كراسات الإجابات بتاعة الامتحانات. يعني الامتحان بنسبة 95% هيبقى تحريري زي كأنه مفيش كورونا. تمام؟ يعني الامتحان هيبقى زي السنة اللي فاتت، بس هيبقى الجديد إنه معظمه تخير الإجابة الصحيحة وأكمل وصح وغلط على غرار بنك المعرفة. الدرس بتاع النهاردة هناخد فيه إنشاء عمود على مستقيم مار بنقطة لا تنتمي إليه. إزاي أرسم عمود على مستقيم بس في نقطة، النقطة دي موجودة فوق الخط أو تحت الخط، أو إنشاء عمود مار بنقطة تنتمي إليه، أو رسم مستقيم من نقطة معلومة موازي لمستقيم معلوم. طب تعالى نشوف الثلاث حالات دول، وتعالى نحل تمارين مختلفة من كتاب المدرسة وبنك المعرفة. يلا بينا. أول حالة إنشاء عمود على مستقيم مار بنقطة، النقطة دي مش موجودة على المستقيم. بصوا معايا في الشكل المقابل. تعال نشوف الشكل بتاعنا كده. ادي يا سيدي الخط بتاعي مستقيم، وادي نقطة لا تنتمي إليه. إيه المطلوب؟ عايز أرسم عمود من هنا لهنا. بصوا بقى معايا كده، دي أسهل حاجة. إزاي يا مستر نعمل إننا نرسم عمود؟ هات برجلك. حلو. بعد ما نجيب البرجل بفتحة مناسبة، تروح جايب الفتحة بتاعتك مركز السن عند ج، وبالفتحة تروح عامل لي قوس كده. القوس يروح قاطع المستقيم فين؟ في س وص. الله ينور عليك. مستقيم وليكن أ ب. فتحت البرجل أنا فتحة مناسبة، ركزت السن عند ج، رحت راسم بالبرجل. راح إيه؟ الدايرة دايرة. أنا مش عايز دايرة، أنا عايز بس القوس اللي بيقطع أ ب. قطعه في س وص. تروح رايح جايب سن البرجل وبفتحة أكبر من نص س ص. يعني إيه أكبر من نص س ص؟ يعني أنت دلوقتي مسكت البرجل، ركزت السن عند س، والقلم بتاع البرجل عند ص. ترجع القلم لغاية الحتة دي مثلا اللي هي أكبر من النص. تمام؟ طيب. وتروح مركز السن عند س أهو، وتروح راسم قوس في الهواء. ماشي؟ أهو تعالى الرسمة دي هي الرسمة. هركز السن هنا أهو، أهو عند س، وهركز وهرسم قوس في الهواء. وبنفس الفتحة هركز السن عند ص، وهرسم قوس هنا. هيروح قاطع القوس الأولاني في النقطة دي. النقطة دي بقى وصلها بج أهو. هو ده العمودي. هو ده الإيه؟ العمودي. تاني. أنا عندي قطعة مستقيمة، هنركز سن البرجل عند ج وبفتحة زي ما أنت عايز. هرسم قوس هيقطع الخط في س وص. هتركز السن عند س وبفتحة لغاية هنا كده. هترسم قوس في الهواء اهو، وبنفس الفتحة تركز السن عند ص. ترسم قوس تاني في الهواء يقطع القوس الأولاني في نقطة. وصل ج بالنقطة دي. هو ده العمودي. في مشكلة؟ لا مفيش مشكلة. بيجي في الامتحان ازاي؟ هنشوف مع بعض. السؤال التاني، لو بقى عندي المستقيم النقطة ج فين؟ على الخط نفسه. النقطة ج فين؟ على الخط نفسه. طب أعمل إيه هنا؟ هتفتح البرجل بتاعك وبفتحة مناسبة، فتحة زي ما أنت عايزها، 3 سم 2 سم زي ما أنت عايز. وهتروح عامل إيه؟ هوب، سن البرجل في هنا عند ج، فهترسم قوس هنا، وهتروح رايح لف في البرجل لفة وترسم قوس هنا. في مشكلة؟ لا مفيش مشكلة. فأنت عملت قوس عند س مثلا وقوس عند ص. الخطوة اللي بعد كده، طبعا احنا معانا رسمتنا اهي، وادي س اهي وادي ص اهي. هنعمل ايه؟ نركز سن البرجل عند س وبفتحة أكبر من س ج. ادي س ج مثلا اهي. نركز بالسن بفتحة أكبر من س ج، وفوق الخط أ ب، وتروح راسم لي قوس اهو. تمام؟ تمام.
في ناس بتقول لي اتلخبطنا. طب تاني، انا رسمت الف ب، حلو، ورسمت ج تنتمي للخط اهي، في اي حته على الخط حط ج بفتحه برجل معينه كده. افتح برجلك هوب، اعمل لي شرطه هنا وشرطه هنا بنفس الفتحه. في مشكله؟ لا يا مستر مفيش مشكله. هتروح جاي على الخط بعد ما عملت انت الخط اللي هنا والخط اللي هنا، تركز السن عند س وتفتح فتحه قد س ج كده وتروح مزودها سنه. في مشكله؟ لا. وتروح عامل خط فوق اهو بنفس الفتحه، تروح رايح لصاد وتروح مركز السن عند صاد وتعمل خط تاني يقطع الخط ده هنا. بس يا سيدي، نقطة التقاطع دي توصلها بجيم، هو ده العمود من نقطة تنتمي إلى الخط المستقيم. بس يا مستر بس كده يا باشا، ولتكن واو. يبقى خدنا ازاي ارسم عمود لو النقطة بتنتمي للخط أو النقطة بره الخط. تعالى بقى رسم مستقيم من نقطة معلومة موازي لمستقيم معلوم. يعني ايه؟ احنا عايزين مثلا انت عندك ادي ا ب وج دي نقطة ما بتنتميش لأ ب. خلاص؟ أنا عايز أرسم من ج دي ومستقيم بيوازي أ ب. خلاص؟ قال لك نعمل إيه؟ نرسم المستقيم س ص بيمر بنقطة ج أهو، اسمه س ص. حلو، يبقى أنا كل اللي عملته رحت راسم حاجة اسمها س ص بتمر بنقطة ج، يمر كده يمر كده زي ما أنت عاوز. وبعدين وقال لك نرسم من ج زاوية تناظر الزاوية اللي تحت دي أو تبادل زي ما أنت عايز. أنا رسمتها تناظر، يبقى أنا هرسم د ج بحيث إن د ج ده يعمل لي زاوية اسمها س ج د تساوي الزاوية بتاعت ج ص أ بالتناظر أهو. فلما يبقى ده بيساوي ده بالتناظر، إيه اللي يحصل؟ يبقى المستقيم د ج بيوازي أ إيه؟ ص. يبقى أنا كده رسمت المستقيم اللي هو د ج بيوازي أ ص. طب هو انا رسمت ازاي التناظر ده يا مستر؟ انت حطيت مسطرتك على أ ص وقعدت تطلع بمسطرتك لفوق لغايه ما وصلت لج ورحت راسم الخط. هو ده الخط اللي بيوازي. ليه بيوازي؟ لان انت رسمت زاويه بتناظر زاويه. تمام؟ تمام. يبقى انا كده رسمت مستقيم من نقطه معلومه اسمها ج بيوازي مستقيم معلوم اسمه أ ب. ازاي؟ ادي الخط بتاعي اسمه أ ب، وادي النقطة بتاعتي اللي هي ج، ورحت راسم س ص بيقطع ايه؟ أ ب وبيمر بج. حطيت مسطرتي على أ ب وطلعت لفوق لغاية ج بحيث ان عملت زاوية تناظر الزاوية اللي تحت ورسمت الخط بتاعي. التناظر ده معناه ان ده ج بيوازي أ ص، لان الزاويتين المتناظرتين ما بيحصلوش الا لو كان الضلعين بتاعهم في وضع توازي. طبعا كلام يعني فاضي ومش هيجي في الامتحان حتة التوازي دي خالص. طيب تعالوا نشوف تمارين كتاب المدرسة في هذا السياق جايبها لنا ازاي. كتاب المدرسة بيقول لي ايه؟ سؤال اولاني، ارسم ب ج بطول مناسب، يعني اللي مزاجك 5 سم مثلا، باستخدام الفرجار البرجل يعني، والمسطرة غير المدرجة يعني اللي مش مكتوب عليها سنتيات، يعني حتة خشبة كده. نصف ب ج في د، وبعد ما تنصف لي القطعة المستقيمة دي اعمل لي عليها عمود. تمام؟ ده الألف عمودي على ب ج، وبعدين ارسم لي أ ب وأ ج، وباستخدام البرجل قارن ما بين أ وأ ج، وتلاحظ إيه؟ هقول له من عينيا حاضر. بص معايا يا حضرات للمسألة الجميلة دي. أول حاجة قال لي ارسم ب ج بطول مناسب، أدي يا سيدي ب ج بطول مناسب. أنا رسمت ب ج 5 سم. نصف لي القطعة المستقيمة دي. ما احنا خدنا التنصيف القطعة المستقيمة قبل كده وقلنا والله احنا هنجيب البرجل بتاعنا وهنركز السن عند ب وبفتحة أكبر من نص ب ج، هنعمل إيه؟ خط فوق وخط تحت. السن هنا أهو، ركز بسن البرجل هنا، عملت قوس فوق وقوس تحت. بنفس الفتحة أركز السن عند ج وأعمل قوس فوق وقوس تحت. الله، ده قوسين قطعوا بعض، وصلهم ببعض، يبقى هو ده المنصف. بيقول لي ارسم عمود، رسمت العمود، ما هو المنصف وعمود، محور التماثل بتاع القطعة المستقيمة عمودي عليه. طب وصل أ ب وأ ج اهو، وصلنا أ ب وأ ج. طيب لما تقيسهم بالبرجل هتلاقي ايه؟ ان هما بيساووا بعض، لهم نفس الطول.
خلصت كده المسألة يا مستر؟ خلصت المسألة كده. هو انا لازم اكتب الكلام ده يا مستر؟ لا، مش ده، انت ممكن ما تكتبش حاجة خالص الا اخر حاجة ان ا ب بيساوي ا د، واخد الدرجة كاملة وتاخد الدرجة كاملة. طب تمام. السؤال التاني في كتاب المدرسة بيقول لي ايه؟ استخدم البرجل والمسطرة في رسم كل مما يأتي، وجايب لي نقطة اسمها ج، وعايز أ ب أهو. ج ارسم لي عمودي من ج على أ ب، اللي هو رسم مستقيم معلوم من نقطة خارج الإيه؟ المستقيم أهو. خدناها قبل كده أهو، ده لسه واخدينها. أنا عندي أ ب أهو، وعندي ج نقطة خارج المستقيم أهي. هركز سن البرجل عند ج وهعمل قوس أهو. قطع الخط بتاعي في س وص. برافو. تفتح البرجل بتاعك فتحة تلتين الحتة دي كده أو تلات أرباعها زي ما أنت عايز، المهم أكبر من النص. تركز السن عند س وتعمل لي قوس، وبعدين تركز السن عند ص وتعمل لي قوس. وصل ج بنقطة تقاطع القوسين، يبقى هو ده العمود. خلصت كده؟ خلصت كده. مش لازم أرسم حاجة؟ لا مش لازم ترسم حاجة. لازم أرسمها مرتين؟ لا برضه مش لازم، أنا برسم لك مرتين عشان ما تتلخبطش بس. طب سؤال تالت بيقول لي ارسم مثلث حاد الزوايا. أي مثلث حاد ارسمه، وبعدين ارسم ارتفاعاته، وبعدين هل المستقيمات اللي بتحتوي على الارتفاعات دي بتتقاطع في نقطة ولا لا، وبعدين كرر اللي فات ده على مثلث منفرج. حاضر من عيني. ارسم مثلث حاد اهو. ارسم ارتفاعات. يعني ايه ارتفاعات؟ يعني انا عندي نقطة عايز ارسمها نقطة عمودي على خط مستقيم، يبقى النقطة دي تمام ولتكن أ، هرسم منها عمودي على أ ب ج. يبقى هركز السن وهعمل قوس هنا، وبعدين هركز السن هنا وهعمل قوس تحت، والسن هنا وأعمل قوس هنا. هوصل أ بالنقطة دي أهو. طيب النقطة التانية اسمها ب، يبقى هتبص على أ ج، يبقى هركز السن عند ب وهعمل قوس هنا، أو هركز السن عند ج وهعمل قوس هنا. بعد كده هركز السن هنا وهعمل قوس بره أهو، والسن هنا وهعمل قوس يقطعه هنا أهو، وهوصل ده بج أهو. هنا يبقى ب، هركز السن عند ب وهعمل قوس على أ ج أهو، وبعدين هركز السن عند الحتة دي وهعمل قوس بره، والسن هنا هعمل قوس تاني اهو، وهوصل النقطة دي ب اهو. رسمت كده الارتفاعات بتاع المثلث الحاد الزوايا. تقاطع في نقطة واحدة. هل تتقاطع؟ نعم تتقاطع. ارتفاعات المثلث الحاد الزوايا تتقاطع في نقطة واحدة. كرر اللي فات مع مثلث منفرج، هتعمل نفس الخطوات مع المثلث المنفرج، بس التقاطع هيبقى بره المثلث. تمام. هنيجي بعد كده بنك المعرفة. الراجل لقيناه جايب بعض التمارين. باستخدام الأدوات الهندسية ارسم المثلث س ص ع. س ص ب6 سم، زاوية س ب50 درجة، زاوية ص ب70 درجة. تمام. وبعدين ارسم بالمسطرة والبرجل أ ب بيمر بالنقطة س ويوازي ص ع. التوازي أنا ما لقيتش مسألة بتتكلم عن التوازي، فلقيت بصراحة بنك المعرفة جايبها. طب تعالوا ناخدوها. بصوا معايا. احنا هنرسم الاول المثلث س ص ع اهو. س ص بالمسطره بتاعتك 6 سم. تركز المنقله على ص وترسم 70 وتحط نقطه، وتركز المنقله على س وعند ال50 تحط نقطه. وصل النقط ببعض، يبقى انت رسمت المثلث بتاعك. ايه اللي انت عايزه؟ باستخدام المسطره والبرجل ارسم أ ب يمر بالنقطة س ويوازي ص ع. يبقى هتركز انت عايز يوازي مين؟ ص ع. تروح حاطط مسطرتك على ص ع، وتمشي تمشي 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 لغاية النقطة س وترسم خط. بس كده، بس كده، بحيث ان الزاوية دي هتلاقيها 70 بتساوي الزاوية دي بالتبادل. خلاص. طالما في تبادل يبقى الضلع ده بيوازي الضلع ايه؟ ده. تمام. او ان انت تركز المنقله بتاعتك عند س وتعمل زاويه اسمها ب س ص ب70 درجه. تمام. هيبقى ب س ده بيوازي ص ع، لان ده بيساوي ده بالتبادل. ده معاك وده معاك.
بس الراجل ما قاليش منقلة، قال لي باستخدام المسطرة والبرجل. اوكي يا حضرات؟ اوكي، تركز مسطرتك هنا وتطلع فوق، حاجة يعني بسيطة قوي. طيب سؤال تاني، باستخدام الادوات الهندسية ارسم مثلث منفرج الزاوية وارسم ارتفاع واحد بس. يبقى انا هرسم اهو، بصوا معايا، انت مش لازم تكتب ده كله، انت هجيب المثلث اهو المنفرج اهو، النقطة أ انت عايز ترسم منها عمود على ب ج، يبقى هتركز سن البرجل هنا وهتعمل قوس اهو اسمه د ه، تركز السن عند د وترسم قوس في الهواء، وتركز سن عند ه وترسم قوس تاني في الهواء قطع القوس الاولاني، نقطة التقاطع دي توصلها بألف، يبقى هو ده الارتفاع. خلصت كده. بس كده يا مستر؟ بس كده. في اسهل من كده؟ طيب نيجي لسؤال اخر. بيقول لي اكمل. عند رسم عمود على مستقيم من نقطة لا تنتمي له، ما بتنتميش إليه، تكون فتحة البرجل أصغر من نص طول المستقيم ولا أكبر من نص طول المستقيم؟ دي معلومة إحنا خدناها قبل كده. الفتحة بتاعت البرجل أكبر من نص طول المستقيم. السؤال التاني، أنا عايز أرسم مستقيم موازي لمستقيم لا ينتمي إليه، هل بنشئ زاوية مطابقة لزاوية معلومة، ولا تنصيف زاوية معلومة، ولا تنصيف قطعة مستقيمة؟ لا، أنا في المستقيم الموازي بعمل زاوية مطابقة لزاوية معلومة. شفتوا الزاويتين اللي بيساووا بعض بالتناظر أو التبادل؟ يبقى زاوية مطابقة. تمام. السؤال الثالث، خلي بالكم مسائل بنك المعرفة دي مسائل غريبة. عند رسم موازي لمستقيم من نقطة معلومة، أنا هرسم مستقيم موازي لمستقيم آخر من نقطة معلومة، هرسم زاوية في وضع إيه للزاوية بين الخط المر بالنقطة ويقطع المستقيم والمستقيم؟ تناظر أو تبادل، المهم إن الزاويتين متطابقتين. التطابق ده شكل تناظر أو تبادل مش مشكلة، لأن التناظر أو التبادل بيديني مستقيمين متوازيين. طيب، محور تماثل القطعة المستقيمة هو المستقيم اللي عمودي عليها من منتصفه. طيب سؤال آخر، نقطة تقاطع محاور المثلث في المثلث قائم الزاوية تقع في منتصف الوتر. طيب، ايه من دول يمثل عمود على مستقيم من نقطة لا تنتمي إليه؟ دي نقطة تنتمي، دي زاوية تنصيف زاوية، دي نقطة تنتمي اهي، اهي دي نقطة لا تنتمي، النقطة فوق اهي بعيدة عن الخط، يبقى هو الشكل الأولاني. طيب ايه اللي يوضحه الشكل ده؟ ده عمود من نقطة تقع خارج الخط المستقيم، آخر واحدة. طيب بكده نكون خلصنا الدرس الجميل ده، حلينا كل مسائل كتاب المدرسة عليه. أنا خدته لوحده علشان لو في حتت رخمة أو محدش فاهمها يكون فهمها. بكده نكون خلصنا منهج الهندسة. الاختبار هيبقى على الدرس ده من جواه من مسائله، اتعودوا إن انتوا ترسموا. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.